السلام عليكم الإخوان، صافا بخير؟ تحياتي للجميع. مبروك علينا التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وشكرا للجماهير المغربية اللي حضرت، اللي صراحة زينت جنبات الملعب الكبير، ملعب الأمير مولاي عبد الله. دونك تحية للجميع. الوغ دابا فالقلم لكم يا أيها الجمهور اللي كان حاضر كامل في الملعب من أجل إعطاء الارتسامات ديالكم حول الظروف التنظيمية اللي مرت بها المقابلة. شنو هما الايجابيات وشنو هما السلبيات ديال هذا التنظيم اللي دار؟ لان الايجابيات والسلبيات ديالكم عليهم تيخدموا الاجهزه اللي رفيعه المستوى اللي تمت لنظمات المقابله، رفيعه المستوى لنظمات المقابله، باش يتم معالج ما يمكن معالجته واصلاح ما يمكن اصلاحه في المستقبل. فمثلا واحد الاخ من بين الجماهير العسكريه تعرض لمضايقات من بعض رجال الامن حول التوني اللي لابس، علاش لابس هذا التوني، علاش هذه. دونك هذه تدخل في الحريه الشخصيه، لان الاجهزه كما تنقولوا رفيعه المستوى على اي على اي مؤسسه لا تسمح بمثل هذه المناوشات ولا تسمح بمضايقه الجماهير. عندك ورقتك، اديتي الواجب فانت قانوني وكل شيء تم في خدمتك. ان احترمت فانت تحترم، احترم القانون تحت ما غادي يديرك. ولكن انت لابس تقول لك اش لابس. دونك خصنا الارتسامات ديالكم انتم يا ايها الجماهير باش هذا الشيء هذا يوصل للجهات المعنيه، من اجل الا بغينا الرقي بالجانب التنظيمي ديال المباريات، لاننا المغرب مقبل على تظاهرات كبيره بزاف. خصنا نديروا يد في يد باش ان شاء الله يكون كل شيء في المستوى. تحياتي لكم وشكرا.